مساء الخير، يا رب تكونوا بخير دايما. في الفيديو ده ملخص الحلقة الخامسة من مسلسلنا، ويلا بينا نبدأ الحلقة. مي بتدخل الشركة وتاي وامه نايمين فيها، وتاي رقبته بايظة من النوم على الأرض. بعدها تاي بيقول لمي معيش فلوس أجر سكن. قالت له حد طلب منك فلوس يا عم؟ تعالى. وامه قالت له كفاية تكبر بقى، يلا بينا. يلا يا بنت جايين معاكي على بيتك. بعدها تاي وامه مش قادرين، ماشيين بالعافية بعد ما مشيوا كتير. ومي كل شوية تقول لهم قربنا نوصل. وبيوصلوا، مي بتعرفهم على الواد بولز اخوها واختها واختها قالت لها ده حبيبك السري ولا ايه؟ وامه قالت ايه السفالة دي؟ جدتهم بتخرج وتعيط وتصوت، وانت جيت يا سيك يا ابني، هي الحرب خلصت؟ بولز قال لهم مين سيك ده؟ قالوا له ده ابونا. بعدها قالوا لها ادخلي يا جده وهنعمل لك رز ونروق عليك. والست بتفرح. وتاي وامه بيكونوا مستغربين الناس دي صوتها عالي ليه كده. بعدها موظفه من بتوع الشركه زمان بتيجي الشركه وبتكون مقفوله وبتحط مشروبات على الباب وتمشي. وبعدها تاي وامه بيلاقوا تلفزيون من العصر الحجري وبيشغلوه وهم نايمين. وامه بتقول له النوم على الارض كده مفيد للصحه، ما نمتش كده من زمان. بعدها الجده بتقول له بولس اكيد انت مبسوط ابوك جاي. يلا. قال لها يعني الراجل اللي جوه ده ابويا؟ طيب مين الست اللي معاه دي؟ قالت له ولا اعرف، ممكن مراته. وبولس فرحان بيقول اخيرا عند اب وام، ده انا هطلع عينيهم. بالليل تاي بيكون مش عارف ينام، وامه بتعيط في صمت كده، وبيخرج يقف في البرد بره. بعدها هو بتكون شغالة في القمار مع واحد وبيحصل مشكلة ويقوم بيدافع عنها، والناس بتضربه. هو بيفتكر انه شافها قبل كده في برنامج المواعدة لما كان معاه تاي وكانوا بيغنوا. بعدها تاني يوم مي بتحول الفلوس بتاعة الكوتشيات، وام تاي بتشوف بولس قاعد قدام البيت. قالت له ما رحتش مدرستك ليه؟ قال لها صحيت متأخر عادي. والجدة صاحية تخرف على الصبح وقالت لها ابني فين؟ انا جاهزة، حضري الاكل بقى. بعدها مي بتعلم تاي يعمل مشروب معين، وبتكون ماسكة ايده وبتحط المقادير ومش واخدة بالها. قال لها ايدي. وبتتحرك بعدها. وبعدها بيتدربوا الاتنين هيعرفوا نفسهم بالعملاء ازاي عشان يعرضوا المنتج بتاعهم. بالليل تاي بيكون جاي من بره ومي نايمة وبيعمل المشروب ويقعد جنبها. لكن بتكون مي جاية من بره وبيكتشفوا ان ده باي من الموظفين اللي مشيوا، وبيقول احنا اسرة واحدة زي ما قال تاي قبل كده وانا هكون معاكو. مي قالت له كمبيوتر شغال وايه الكتب دي؟ انت جاي تدرس يا معلم وتستغل وجود كمبيوتر. معناش فلوس لفواتير الكهرباء. وتاي بيضحك عليهم. تاني يوم تاي هيستلم الكوتشيات وهيسلمها لتجار اتفق معاهم عليها، وقال لمامته اوعدك هرجع بيتنا مهما حصل. بعدها الواد بولس بيقول لها ايه اللي في ايدك ده؟ قالت له ده بيض مقلي. بس برد، تعالى اعمل لك واحد غيره. ومي بتروح تستنى شحنة الكوتشيات وما وصلتش. وتاي مع رن لان اتنصب عليه. وبيكونوا في بوسان ومفيش مصنع ولا حاجة، وتاي بيكسر قفل على باب وبيدور على بارك صاحب المصنع. وشافه قاعد على جنب كده متبهدل ومضروب. وقال له سامحني. وران قالت انت واخد قرض من عصابة ولا ايه؟ قال ايوه، واخدت الفلوس اسدد بيها فوايد الدين واتراكمت عليا الفوايد. واديني فرصة وهسدد لك فلوسك، انا مش نصاب. تاي قال له اخترتني انا ليه؟ انا مفيش معايا الا المبلغ ده. بارك قال له فلوسك دي سبب ان انا عايش لحد دلوقتي. وتاي اخد براءة الاختراع. وران هتكلم ميت عرفها اللي حصل. بعدها موتاي مع ميون ومبسوطة بيها انها قدرت في الظروف دي تعمل مطعم. وموتاي مروحة وجايبة معاها اكل. واتقابلت في تاي وقالت له ما تجهدش نفسك يا ابني، انا بملك العالم طالما انت جنبي. ممكن تشوفني ملهاش لازمة بس مش هسيبك تبات يوم جعان. وان اكتر حاجة ندمت عليها ان انا ما اتجرأتش ولا مرة قلت لابوك اعتمد عليا حتى. وبقولك دلوقتي لما تشتد عليك الامور اعتمد عليا واتكلم معايا. قال لي انا خسرت البضاعة والفلوس ومش عارف هبدأ منين وازاي. وبعدها يوم بيروح المكان اللي شغالة فيه هو، وبيكون عايز يتعرف عليها وكده وهي قلقانة منه. وران بيتكلم تاي وقالت له انها عرفت الشخص بتاع العصابة اللي البضاعة عنده، وعايز 5 مليون وان عشان يخرج البضاعة. تاي بيتضايق وبيكون مش عارف يتصرف ازاي، وهما مفيش معاهم فلوس اصلا. ومي قالت لها نجمع المبلغ ونكلمك. بعدها هو بتكون شغالة موظفة اسانسير، وعميل رخم الاسانسير زحمة رماها برا علشان الاسانسير يقفل. مي بتجيلها وشافت رجليها متعورة ومتبهدلة، وقالت لها انا اسفة يا هو. وهو قالت هروح اكمل شغلي. ولما خرجت برا كانت بتعيط. وتاي بيدور على اي فرصة يجيب منها فلوس عشان يجيب البضاعة بتاعته، حتى لو عن طريق قرض.
ومي معاه حساب التوفير بتاعها واللي كان عمله ليها ابو تاي، شكلها كده بتفكر تسحب الفلوس اللي فيه. وبعدها ابو جون بيشوف الحاويات بتاعته والسكرتير بيديله ملف صفقة كوتشيات، وقال لجون روح بوسان خلص الموضوع ده، وبيقف قدام حاوية فاضية مكتوب عليها تيبون للتجارة. بالليل مي بتروح الشركة لتاي وبتديله فلوس، وقالت له انها سحبت الفلوس من حساب التوفير، كان رافض ياخدها. قالت له روح اديها لهم وهات بضاعتنا. تاني يوم في بوسان ران قالت لتاي ما تتكلمش كتير، ادي للراجل الفلوس وخد بضاعتك وامشي، ده ما عندوش تفاهم. وبيروحوا هناك فعلا، وتاي بيشوف البضاعة بتاعته، وبيكون جون بيحمل باقي البضاعة لانه اتفق انه يشتريها من العصابة. وبعدها جون قال لتاي انت مالك ومال جو العصابات ده، خليك فقير احسن. تاي بيشوف اثار دم على الارض وبيمشي وراها، ولقى حد نايم على الارض، وجون بيجي وبيتريق على الراجل، وبعدها بيتريق على تاي كمان. تاي قال له هقتلك لو وقفت قدامي، وبيرجع وبياخد الفلوس، وقال لران الفلوس دي كتير عليهم، وقال لرئيس العصابة انت عاجز تبيع قطعة واحدة بسبب السجل. الراجل ده ديونه كام؟ قال له 50 مليون وبالفوايد 70 مليون. قال له 100 مليون هبيع 7000 قطعة وتاخد فلوسك كاملة. الجاهل بيشوف الماس حجر، وجون قال خلاص شيل الدين بشرط لو ما سددتش هنفخت عينك، وبعدها اشتري البضاعة عادي. تاي قال اتفقنا، تاخد 100 مليون وتسيبنا في حالنا. بعدها النصاب بيقول له موافق، والنصاب بيبصم على العقد بالفلوس، وقال لتاي اسمك ايه؟ قال له تاجر، مجرد تاجر من شركة تيبون، ويبصم بإيده كلها. ويخلص الملخص. لو وصلتوا لحد هنا ما تنسوش تضغطوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد، ومستني رأيكم في الحلقة في التعليقات. سلام.